مشكلة باريس سان جيرمان مش مجرد إمكانيات فردية بس، يعني مش عثمان ديمبélé اللي هياخد البالون دور بنسبة كبيرة، ولا كفاراتسخيليا ولا دوي ولا فيتينيا ولا فابيان رويز ولا حكيمي ولا مش كل مواهب الفردية بتاعت الفرقة. أمال إيه كمان؟ الحاجة الخاصة أو السبيشال بتاعت فريق باريس سان جيرمان عن أي فريق تاني في العالم هي تبادل المراكز. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت ممكن تشوف عادي جدا حكيمي مهاجم، يعني ده شيء ممكن تشوفه في المباراة، في نفس الشوط ممكن تشوفه اصلا. عثمان ديمبélé بيبدل مكانه مع كفاراتسخيليا، دوي بيبدل مكانه، كل الفرق بتبدل مراكزها مع بعض. ده ما بيحصلش في اي فريق تاني في العالم. كل الفرق في العالم، اي فرقة، حتى فرق، كل الفرق حتى الفرق الاستحواذية، بتلاقي تبادل المراكز بيتم بس بحدة أقل. يعني إيه بحدة أقل؟ يعني بتلاقي مثلا مثلث زي مثلا في أرسنال، مثلا بتلاقي تيمبر مثلا، وبتلاقي ساكا، وبتلاقي مثلا أوديجارد، بتلاقي الثلاثة بيبدلوا ساعات مراكزهم مع بعض في الملعب. لكن الفريق كله يبدل مراكزه في الملعب، ده بيتطلب حاجات كتير. تاني أكبر مشاكل أي فريق بيواجه باريس سان جيرمان التعامل مع عثمان ديمبélé. ليه بقى؟ لأن هو كوليكشن، يعني هو راجل، أول حاجة راجل جامد جدا في الواحد على واحد. راجل يمينه زي شماله، انت مش عارف هيلعب برجل انهي رجل فيهم هيشوط على الجون، الاتنين زي بعض بيشوط بالاتنين. تالت حاجة سريع جدا، ودي حاجة مشكلة كبيرة جدا. ليه مشكلة كبيرة جدا؟ لأن أنت تخيل أنت بتلاعب باريس سان جيرمان، وسط ملعبك قدام وسط ملعب باريس سان جيرمان، وعندك عثمان ديمبélé، يعني مهاجم وهمي. يعني ايه مهاجم وهمي؟ يعني الراجل ده بينزل يساعد في عمليات التدرج بالكوره. فبالتالي الراجل ده لما ينزل وسط الملعب، بالتالي في لاعب زياده اسمها اوفرلود، بيحصل اوفرلود على وسط ملعب الخصم. طيب لاعب الزياده او الاوفرلود اللي بيحصل على وسط ملعب الخصم ده، انت هتتعامل معاه ازاي؟ مشكله كبيره. ليه مشكله كبيره؟ لان انت لو مدافع الفرقه خرج من مكانه، يعني لو افترضنا هنا كده مدافع خرج من مكانه وراح قابل عثمان ديمبélé، طبعا مش هي دي طبعا هيبقى شكل الفريق قدام هجوميا، لكن لو نفترض ان عثمان ديمبélé هنا وده كده، المدافع هيضطر لو عثمان ديمبélé عمل تواصل او عرف يسلم الكوره لواحد، يعني مثلا افترضنا ان عثمان ديمبélé عمل كونكشن مع واحد من هنا وجري، عثمان ديمبélé ليه اولويه كبيره جدا ان هو يسبق. فبالتالي انت لو مدافع خرج بره مكانه لازم يبقى في مدافع كفر، او لازم يبقى في حد يقدر يلحق عثمان ديمبélé، لان هو لو لف بيك او عرف ان هو ينجح يربط مع واحد تاني، خلاص شكرا، انت كده في خبر كان.